ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناه حلو حادق مع المسيه. ايه رايكم لميت زيتي وزيت الجيران بتاع السنه بحالها؟ هنعمل ايه بالزيت ده؟ طبعا هنعمل صابون. خساره نبيعه بكيلو ب 27 جنيه، مش جايب 3 حتت صابون، ومش هتبقى بنفس الجوده ونفس امكانيات النظافه اللي احنا هنضيفها للصابونه وتخليها تنظف معاكي الياقات والاساور والشرابات وكل الحاجات اللي انت بتعاني منها. المواعين تقدري ترغيها على فكره على ليفه وتغسلي بيها حوض الحمام والبانيو، بدل الاريال تستخدميها، بدل الاريال، بدل الصابون السائل. هنعرف ازاي احنا هنعمل الصابونه الجميله بتاعتنا دي من الزيت المستعمل. انا معايا كميه كبيره من الزيت زي ما انتم شايفين، ازازه اهي، يعني نص ازازه من الازايز الكبيره دي. ومعايا هنا بصوا مستعمل محروق، قاليه فيه مره مرتين، بصوا. ودول كمان زيت اهو. انا هصفي بقى ده كله، انا معرفش هما طبعا معيارهم قد ايه لان هم مش بتوعي كلهم، بس انا هعملهم كلهم صابون. انا دلوقتي هاخد اي كوبايه متاحه عندك، كوبايه الميه او كوبايه اللي موجوده في كل بيت. الكوبايه دي بتبقى 250 مللي، عايري بيها. او الكوبايه دي على فكره نفس الكوبايه، بصوا انا كنت حاطه فيها زيت، كنت قاليه فيه وحطاها فيه. يعني استخدمي اي كوبايه عندك، المهم ان الكوبايه اللي تستخدميها هي تستخدميها في معيار الزيت، تستخدميها في كل المعايير اللي احنا عاوزينها. بعد كده هجيب بقى طبق كبير او صحن كبير عشان يكفي معايا كل كميات الزيت دي اللي انا عاوزه اعايرها واشوفها كام كوبايه. انا جبت طبق معايا وجبت مصفى اهو، حطيت فيها شاشه وقطنه، هنعمل عمليه جراحيه علشان تحوش معايا كل الشوايب. لازم تجيبي حاجه ضيقه تحوش معاكي الشوايب علشان خاطر ما تنزلش منك اي حاجه في الصابون ويبقى الصابون فيه فضلات من الزيت، او هيبقى مش حلو يعني. ماشي اهو كده، انا فرشتها كويس. تقدري تجيبي شراب قديم عندك، تقدري تجيبي حته سلكه من سلكه المواعين الناعمه دي وتحطيها، او تقدري تجيبي منديل من المناديل المبلله وده هيشيلها خالص بردك. فانا اهو عايرت اول كوبايه وهبتدي اصفيها. هصفي كده واحده واحده. لغايه لما اكمل الكميه كلها. اهم حاجه ما تنسيش العدد بتاع الكوبايات علشان نقدر نعرف قد ايه هنحتاج صودا كاويه او القطرونه او الديبوشار، وهنحتاج قد ايه ميه. لازم تصفيه كده، ولازم الزيت يبقى نضيف كده معاكي، ما يبقاش فيه اي شوايب. هكمل الكميه وبعد كده اقول لك عملوا كام كوبايه وهنستخدموها ازاي. يلا حبايبي نعمل الزيت بتاعنا. بعد ما صفينا الزيت وبقى حلو كده، يعني انا عندي كميه زيت زي ما انتوا شفتوا صفى معايا كتير. عندي نص المقدار ميه، يعني كوبايه الزيت هتاخد نص كوبايه ميه. يعني لو عندك رتل زيت هتحطي نص رتل ميه. وضحت كده الفكره؟ بس انا عاملاه بالكوبايه عشان اللي عنده مقدار صغير يقدر يعمله. فكوبايه الزيت هتاخد نص كوبايه ميه، هتاخد من معلقتين لتلاتة بوتاص، اللي هو الديبوشار، اللي هي القطرونه، اللي هو تسليك حجر المجاري. انا قلت بكل الاسماء علشان كل حد يعرفه في بلده باسم. ماشي، ادي الكميه معايا. اهم حاجه ان البوتاص ما يكونش واخد رطوبه. ماشي اهو، انا هنزله كله وهبتدي اقلب فيه. بصوا الابخره اللي طالعه من الميه. الميه دي بليمون، يعني كان عندي ليمونتين تلاتة كده حطيتهم في الميه وغليتهم مع الميه وخليت الميه بردت، ورحت حاطه عليها الصودا الكاويه دي. ماشي، بصوا الابخره دي والادخنه دي ابعدي نفسك عنها وخلي شباك مفتوح جنب منك وما تخليش ولاد جنب منك وانت بتعملي الصابون. عشان كده الميه الليمون هي اللي عطتني اللون البرتقاني للميه ده. لو هتحطي ميه عاديه مش هتديكي اللون البرتقاني ده، هتبقى ميه شفافه زي ما هي. مش هنقدر نعمل حاجه في الصابون. بصوا الصحن او الطبق اللي انا عامله فيه الصودا الكاويه دي مولع نار طبعا، ما تجيش جنبه، واوعي الصودا الكاويه تيجي على ايديكي في المرحله دي، لان هي اسمها كاويه يعني بتكوي الجلد وبتعمل زي الحروق يعني كده. فاوعي تيجي جنبها في المرحله دي، وسيبيها تبرد خالص خالص قبل ما تحطي عليها اي اضافات. ماشي، انا خلاص كده
هي دابت كويس، وانا اتاكدت ان هي دابت، وهسيبها كده لغايه لما تبرد. خلاص اتفقنا عشان نكمل مع بعض بقيه الصابون بتاعنا. عايزه اقول لكم حاجه، لو حطيتوا لو بديتوا تعملوا الصابون والصودا الكاويه كده سخنه لسه في الميه، او الميه سخنه ديت، هتديكم ريحه وحشه للصابون، مش هتخلي الصابون احسن حاجه. فهنخليها تبرد تماما، مش هتيجي جنبها ولا تحطي الزيت ولا تحطي اي اضافات انت عايزه تحطيها غير لما تبرد خالص. وخلي بالكوا الطبق او الصحن مولع نار، كأن الميه اللي فيه مغليه. يبقى ادي نفسك او البسي كمامه لو انت عندك حساسيه، افتحي شباك جنبك في المطبخ وما تخليش حد حواليكي خالص وانت بتعملي الصابون ده. وبعدين ابعدي خالص بقى ايه الصحن دوت كده، يعني حطيه في حته بعيده. زي ما قلنا الميه اللي فيه سخنه بتغلي كده من الصودا الكاويه، وهنسيبها تبرد تماما. يلا بينا حبايبي نكمل الصابون بتاعنا من الزيت المستعمل. انا هنا حطيته البوتاص زي ما عملته معاكم، بس بيته ليله. انا كنت حاطاه الظهر، كل ما اجي احط ايدي عليه الاقي الطبق سخن، ومش هينفع قلنا نخلي الطبق سخن و... ونكمل بقيه الصابون عشان ما يطلعش مننا ريحه. انا احط ايدي الاقي الطبق سخن دافي، حتى مكانه كان دافي، فما ينفعش خالص، انا بيته ليله كامله. ماشي يلا بينا. هو كده لو انت خدتي الزيت وحطيتيه على السائل اللي احنا عملناه، هيعمل معاكي صابون، وصابون حلو قوي. لان انت لو مش هتحطي اضافات تاني، حطي 3 معالق بوتاص. لو هتحطي اضافات تاني حطي معلقتين بوتاص كفايه، ماشي، على حسب الاتساخات اللي احنا هنستخدم فيها الصابون ده. فممكن تحطي لغايه 3 معالق بوتاص، هيديكي نتيجه روعه. انا كنت عاملاه معاكم قبل كده على القناه من يجي سنه ب3 معالق بوتاص على الكوبايه. هحط بقى هنا كوبايه من اي مسحوق عندك تستخدميه، بيكون بتاع العادي، بتاع الغساله العاديه، مش بتاع الاوتوماتيك، ماشي، عشان احنا عاوزينه يعمل رغوه ويبقى صابون عادي زي بتاع الشركات بالظبط. الاريال بتاع الاوتوماتيك مش هيخليه يعمل رغوه. وهضيف كده، انا حطيت كوبايتين مليانين من الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها الزيت والميه. وهقلب كده، كل مكون تحطيه قلبيه لغايه لما تحسي ان هو بيدوب معاكي. وكمان جبت 3 اكياس من اوكسي بتاع الغسله، هفضيهم كده. تقدري تحطي كوبايه من الصابون السائل بتاع المواعين اللي عندك، بس يكون بتاع شركات، مش بيكون اللي هو بتاع المحلات، عشان الصابون ما يبص مننا، يعني ما يكونش سايب. ده أأمن علشان خاطر متصنع، يعني الشركات حاطاله المواد اللي بتخليه محافظ على نفسه من غير ما يحصل له فساد يعني او يبوظ، غير بتاع الاهالي. وهقلب تاني شويه. انا قلبت شويه اهو لغايه لما وصلت للقوام ده كده، وهبتدي احط حوالي معلقتين كبار بس من السكر. ما تكتريش السكر عشان الرغوه بتاعته ما تبوظ. وهحط كمان حوالي 3 معالق كبار من الملح، يعني 3 معالق كبار كده من الملح. الملح بيعزز الرغوه بتاعه الصابون. كده حوالي 3 معالق كبار من الملح. زي ما قلت لك انا عامله كميه صابون كبيره، يعني على الكوبايه تحطي قد ايه؟ على الكوبايه تحطي ربع معلقه صغيره من الملح، ورشه كده ما بين ايديكي من السكر. السكر قليل، ما تحطيش سكر كتير خالص، ولا حتى الملح، يعني ربع معلقه صغيره على كوبايه الزيت، نص كوبايه ميه، من معلقتين ل3 بوتاص. وزي ما قلنا ربع معلقه صغيره ملح، ورشه سكر كده ما بين صوابعك كده بس. دلوقتي انا كده هبتدي اضيف الصابون اللي انا حطيته ده كله. ممكن تحطي كلور الوان لو انت عايزه تضيفي كلور الوان، اللي انا حطيته ده كله عشان يعزز الصابون معايا ويعزز نظافته. ابتدي انزل بالزيت، بس هو تقريبا الصحن اللي معايا ده مش هيكفي. هنزل كده بالزيت، وهجيب حاجه اكبر عشان انزل فيها بالطبق التاني.
انا جبت جردل كبير اهو زي ما انتم شايفين، وحطيت فيه كل الكميه. وهتبتدي بقى هنا مرحله التقليب. قلبي كده بقى، يعني مش لازم تقلبيه مره واحده وانت رايحه وانت جايه، قلبي فيه لغايه لما تبتدي مرحله التصبن بتاعه الصابون تحصل. يعني تحطي كده تلاقيها ثابت علامه على وش الصابون، معلقه تسيب علامه بالنقط بتاعتها على وش الصابون كده، تعرفي ان هو خلاص راح يتصبن، تروحي صباه في الصاج. انا هبتدي اعمل كده شويه واريح ايدي شويه واعمل شويه لغايه لما يبتدي يروح لمرحله التصبن. بصوا حبايبي، الصراحه انا ضربته بالهاند بلندر، انا عملته معاكم برضو السنه اللي فاتت بالهاند بلندر. بصوا هو بدا اهو يسيب علامه على وش الصابون اهو. بصوا الطبق التاني انا قسمتهم بالنص لان هم ما شاء الله كتير. بصوا اهو هو كده دخل في مرحله التصبن. هبتدي بقى اصبه في قوالب، كوبايات، اي حاجه تشتريها عندك اللي هي السيليكون، اي حاجه انت عايزه شكلها يطلع شكل الصابونه. انا عشان الكميه كبيره هصبها في صاج وهوريه لكم دلوقتي. صاج الفرن هفرشه اكياس بلاستيك على قده وهفرشه. على فكره اول حاجه انا ما قلتلكيش ان الصابون كل الادوات اللي تستخدميها فيها تكون بلاستيك. بصوا هو كده دخل في مرحله التصبن، ما تحطيش ألمونيا ولا ستانلس ولا اي حاجه. ماشي، انا هينفع اكب ده هنا، مش هينفع اقلب ده هنا، يعني هقلب ده هنا او اصبه كده في السجان يعني عادي. بصوا ما تستخدميش حاجه معدن في الصابون عشان هتبوظ منك وتبقع وتتخرم منك. كمان البوتاص لازم يكون طازه، ما يكونش قديم عندك وتيجي تستخدميه لازم تكوني لسه جايباه من عند الراجل عشان يجيب معاكي نتيجه ويخلي الصابون يتصبن معاكي، ما يفضلش سايل معاكي ويطلع عينك. هجيب السجان ونيجي نصبه مع بعض اهو يا حبايبي. هم عملوا معايا الكميه ده صاج فرن وده صاج فرن اهو، وكمان صاج فرن تاني اهو. يعني عملوا معايا 3 سجان، 3 سجان، 2 نفس المقاس دوت ودوت المربع شويه عنهم. طبعا انا هسيبه كده. بصوا هو خلاص اهو يعني بدأ يتصبن اهم. الصاجين دول هتحطيهم فين بقى عشان ينشفوا؟ حطيهم في البلكونه، حطيهم تحت مروحه بتاعه سقف، هم هينشفوا قبل ما يتجمدوا. لازم نقطعهم، يعني تبصي ايدك كل شويه عليهم، اول ما تلاقيها مسكت نفسها تحطي ايدك ما بتعلمش بس طريه تحت ايدك، هتجيبي السكينه وتقطعي بالمقاس اللي انت عاوزاه، وده هنعمله مع بعض بس يقربوا ينشفوا ان شاء الله اهو. وقبل ما ينشف بصوا يعني الخطوط بتروح معايا اهو، يعني هو ما نشفش كويس اهو، لسه ما جمدش اهو. انا هبتدي اقطع فيه كده، هيبقى سهل معاكي التقطيع جدا. قسميه بالمقاسات اللي انت عاوزاها بس خلي ايدك مسطره، قطعيه التقطيعه اللي انت عاوزاها اهو يا حبايبي. كميه الصابون اللي طلعت معايا الكميه دي تقيل جدا، يعني كميه كتيره ما شاء الله، مش عارفه اشيله صدقوني. بصوا انا قطعت كبير اهو وقطعت صغير، الكبير ده ابشره لو احتجت، والصغير ده انا بحبه كده على قد ايدي وانا بغسل الشرابات اخدهم كده. بحب اخد الشرابات تحت ايدي برضك في الحوض وانا واقفه، فبحب اللي بيبقى اقدر امسكه. ما تنسوش تقطعوه قبل ما ينشف عشان انا بصوا حطيت هنا في علبه اللبن صابون، جيت اقطعه بعد ما نشف نسيتها، يعني قطعت السجان معاكم ونسيت دي فجيت اقطعها راحت اتفتفتت، حطيتها كده في علبه لبن. بصوا علبه لبن اتفضلوا معايا حبه، رحت حطاهم في علبه اللبن دي، لقيتها جيت فتحتها بقى وجيت اقطع منها لقيتها بتتفتفت معايا لان هي نشفت مني. فقطعوه قبل ما ينشف عشان ما يتفتفتش معاكم ويبهدل الدنيا. هو من امبارح للنهارده نشف اهو، نشف اهو، جربوه والله في منتهى الجمال. ما تنسوش تستخدموا ادوات بلاستيك، ما تنسوش تلبسوا جوانتي في ايديكم لو مش هتقدري تخلي بالك على ايديكي لانه بجد بيحرق في الايد لما بيجي على الجلد. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. باي.